وفي كلمة مأثورة ليوسف وهبي: السينما هي محمد كريم، ومحمد كريم هو السينما. تعالوا نبدأ حكايتنا النهاردة مع محمد كريم. محمد كريم كان شاب وقع في غرام السينما بكل جوارحه. سافر لألمانيا سنة 1925 عشان يدرس السينما هناك. طبعا ده وقتها كان ضرب من الجنون إن واحد يسافر ويدرس حاجة زي السينما اللي أصلا ما كانتش صناعة وقتها. لكن محمد كريم كان عنده هدف وحلم أكبر بكتير، حلم صناعة سينما مصرية خالصة. خلونا نشوف لمحة من حياة محمد كريم وهو بيدرس في ألمانيا السينما عشان نقدر أكتر نفهم تركيبة شخصية الراجل ده. بيحكي في مذكراته وبيقول إنه في يوم كان في طريقه لاستوديوهات أوفا، وهي واحدة من أعظم وأكبر الاستوديوهات الألمانية وفيها عدد كبير جدا من شركات السينما. وشركة أوفا دي كان عندها مدينتين كبار جدا للسينما، واحدة في مدينة بيلبسبرج والتانية في مدينة تمبلهوف. هو بيقول: كنت بشوف أشياء عجيبة تحدث في هاتين المدينتين، أراهم ينتجون أفلاما شرقية غاية في التفاهة. كانوا في بعض الأحيان يقدمون أناسا شرقيين يؤدون فريضة الصلاة، وفوجئت ذات يوم في أحد المناظر بممثل يؤدي الصلاة بطريقة خاطئة وهو يمثل دور أعرابي في الصحراء، وسارعت أبدي اعتراضي على الخطأ الذي يؤتيه الممثل وهو يصلي. كان يضرب الأرض بجبهته 3 مرات أو 4 مرات بسرعة أثناء الركوع، وصرخت قائلا: الصلاة ليست هكذا، أنا مسلم واسمي محمد، ما تصورونه غلط في غلط. بيحكي وبيقول إنهم خدوه لراجل مسن قاعد في مكتبة الاستوديو، ووقتها أبدأ اعتراضه الشديد وعرفه شكل الصلاة ازاي. لكن الراجل قام بمنتهى الهدوء وجاب كتاب من على رف من الارفف وقرا حاجه بالالمانيه وبيقول له: الصلاه اللي انت اديتها كده صح، واللي احنا برضو بنعملها صح. واكنه ما كانش مهتم اصلا باللي هو بيقوله، لكن مع اصراره تم التعديل بالفعل. وكمان لما كان بيلاحظ ان في بعض الايات مكتوبه غلط او محطوطه في مكان مش ملائم، كان بيصر على العمال انهم يغيروا الاماكن دي. وهو بيحكي وبيقول كمان ان لما كنت بعمل كده كانوا بيقوموا وبيضحكوا عليا بمنتهى الاستهزاء، اكن اللي بقوله ده ملوش اي لازمه.